ضرب أحد الصحابة خيمته على قبر وهو لم يعلم بأنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فأتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما حدث، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له. تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك لها قصة عجيبة أيضا داخل القبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره، يعني يريد العذاب أن يأتي إليه، فتؤتى رجلاه فتقول الرجل: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ سورة الملك، يعني لا يسمح لك أيها العذاب أن تأتي من هذه الناحية، لأنه كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب القبر. الله أكبر. نستحي نحن منه. بالمناسبة إن سورة الملك لا تقف معك عند القبر فقط تنجيك وتنقذك فقط، لا، بل إنها توصلك إلى أجمل مكان في الكون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. هنيئا لمن أدخلته سورة تبارك.